مشاهدينا ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. فقرتنا فقرة دسمة جدا هنتكلم فيها ونحلل يعني كل التفاصيل الدوري الانجليزي، الكؤوس اللي كانت امبارح، المباريات المثيرة سواء في اسبانيا، في فرنسا، في المانيا، النهارده كمان كاس البرتغال. هنحلل بالارقام ونتكلم كده مع بعض ونشوف النتائج والتوقعات للمستقبل مع ضيفنا الكريم الاستاذ عبد القادر سعيد، الصحفي بموقع يلا كوره. برحب بحضرتك، منورنا. كل سنه وانت طيب. الشرف ليا، كل سنه وانت طيب وكل المشاهدين بخير ان شاء الله. في البدايه نبدا بكاس اسبانيا، برشلونه والفس 3-1. مباراه كانت في غايه الاثاره، مهمه جدا. كان في توقعات اللي هي كانت كل نتائج رايحه لبرشلونه. هل شايف ان الفريق الكتالوني كان يستحق الفوز امبارح ولا لا؟ طبعا تاريخيا وفنيا وحتى حالتهم امبارح في الملعب، برشلونه طبعا يستحق. بالظبط، برشلونه يستحق، هو الطرف الافضل. بتتكلم في ديبورتيفو ألفيز، فشل انه حتى ينهي في المراكز المؤهله للدوري الاوروبي، انها في المركز التاسع في الدوري الاسباني، وبالتالي هو من فرق الوسط نقدر نقول عليه، او من فرق حتى يعني اقل من الوسط. لكن امبارح كانت المباراه ماشيه 1-1، وكان ممكن ديبورتيفو يكمل ويخطف الفوز. زي ما بنشوف في الكوره دايما مش لازم الفريق الاكبر هو اللي بيفوز، لكن طبعا برشلونه عنده حاجه، عنده حد فضائي اسمه ميسي يعني، فصعب جدا يتعامل معهم الحركات دي يعني من فرقه صغيره يعني، خاصه في مباريات الكاس. طب شايف اداء انريكي؟ يعني خلاص دي كان اخر مباراه ليه، قدر ان هو يحصد، هو عمل 9 ألقاب معاهم، لكن الموسم ده يعني ما كانش موسم موفق لبرشلونه. دوري ابطال خرج من دور الثمانيه، ما خدش الدوري ريال صالح ريال مدريد، خد الكاس. شايف ان انريكي كان ممكن يكمل معاهم، ولا فعلا هو جاب اخره خلاص وما فيش جديد يقدمه لبرشلونه؟ هو يعني هاخد من اخر كلامك، هو فعلا جاب اخره، وده واضح من تصريحاته بعد المباراه امبارح، ان هو قال لك انا محتاج اخد راحه بعد فتره 3 سنين ضغط. انريكي ما اتحطش في الضغط ده ابدا طول حياته التدريبيه القصيره قبل كده، سواء في برشلونه بي او مع روما. اتحط يعني زي ما بنقول احنا كده بالمصري في وش المدفع يعني مع برشلونه 3 سنين. قدر صحيح، قدر يحقق فيهم كل البطولات الممكنه، سواء دوري ابطال او كاس عالم انديه او سوبر او البطولات المحليه. كسب 9 بطولات، لكن خسر بطولات كتير يعني. ال9 بطولات دول جوارديولا تقريبا جاب منهم اكتر من نصهم في اول موسم ليه مع برشلونه. وبالتالي انريكي يعني اعتقد انه محتاج فعلا فتره راحه يقيم فيها الفتره دي، وهو اعتقد انه مدرب قابل للتطور يعني. صحيح هو في الفتره الاخيره ما كانش مقنع قوي، او حتى في خلال 3 سنين مش مقنع قوي لجماهير برشلونه او حتى المتابعين في العالم اللي بيتفرجوا على برشلونه، لكن اعتقد ان المدرب ده قابل للتطور، لانه خارج من اكاديميه برشلونه اللي هي طلعت مدربين عظماء او هيكونوا عظماء في المستقبل يعني. طيب شايف ان دلوقتي مين هيكون خليفه انريكي، خاصه ان عقد ميسي لم يتم تجديده حتى الان، علشان هو رابط ان هو يجدد مع برشلونه بالمدرب اللي هيجي. مين الاقرب لخلافه انريكي؟ هو في اسماء كتير، كان ابرزهم سامباولي، لكن سامباولي خلاص بقى مدرب منتخب الارجنتين. وبالتالي دلوقتي اداره برشلونه عودتنا دايما انها مش بتجيب اسامي كبيره قوي في التدريب. يعني ممكن ميسي هو اللي بيختار زي ما احنا عارفين، طبعا بيجيب مدربين من الارجنتين او مدربين من برشلونه بي اللي هي الفريق الثاني لبرشلونه، ويال مع نجمهم مع برشلونه. بالظبط يعني. سمعنا حتى كلام ان ممكن المساعد بتاع انريكي يبقى هو المدير الفني، لكن في اعتراضات من بعض اللعيبه، تحس كده ان احنا بنتكلم عن نادي مصري مش نادي يعني، مش نادي عظيم يعني. طب ليه الحاله دي موجوده في برشلونه مع انه نادي يعني نادي عريق ونادي ليه تاريخ؟ يعني الكلام ده ما بنسمعوش مثلا في ريال مدريد، ما بنسمعوش في اي نادي ثاني في العالم. يعني ممكن في ايطاليا شويه بنلاقي بعض الانديه فيها تحكمات من اللاعبين او حتى من الجمهور، لكن برشلونه تحديدا كلنا عارفين ان ميسي هو اللي بيختار. قرينا كمان ان في لعيبه ثانيه زي نيمار وسواريز معترضين على مساعد المدرب. اعتقد ده امر راجع للاداره يعني، الاداره لو حاسمه وعندها قرارات صارمه مع اللاعبين او مدير فني مش هيبقى فيه الكلام ده يعني. طب شايف ان انيستا، وخاصه بعد التصريحات الاخيره اللي قالها ان هيكون ده اخر موسم ليه مع برشلونه، هيفكر ان هو ينتقل يحترف في اي نادي بقى اوروبي ثاني ولا لا؟ هو انديه اوروبيه احنا ما شفناش دلوقتي تقارير في الصحف العالميه او الاسبانيه بتتكلم ان انيستا رايح نادي كبير، اسمه مش مطروح، وان كان تردد الكلام مع يوفنتوس يعني مش قوي بصراحه يعني، ما مرتاش كتير. لكن انيستا طبعا لازم يكمل في برشلونه لانه من اساطير الخالده في تاريخ برشلونه، فاعتقد انه لازم يكمل ويخرج من الباب الكبير زي جيرارد مع ليفربول مثلا. لكن احنا عندنا مثلا تشافي اللي بيتالق مع فريق السد القطري، كان برضه في برشلونه، ولما حس ان نجمه بدا خلاص راح، ويعني مقابل بقى اغراءات الاموال الرهيبه والاحتراف والاعلانات. هو تشافي يعتبر يعني اعتزل بعد خروجه من برشلونه، لكن وجوده في قطر دلوقتي موضوع تسويقي للنادي اللي بيلعب فيه، للدوري اللي بيلعب فيه،
بياخد فلوس مقابل ان هو بيسوق النادي، لكن طبعا ما نقدرش نقول ان ده احتراف بالنسبه لتشافي، يعني خارج من اعظم نادي في العالم لدوري غير مصنف زي الدوري القطري، طبعا مع احترامنا للكوره اللي هناك. وان كان هم بيحاولوا يجيبوا عاملين زي الصينيين، يعني بيحاولوا يدفعوا ملايين ومليارات علشان يجيبوا لعيبه. تسويق، هو موضوع تسويق حتى لكاس العالم اللي جاي، يعني ممكن في كاس العالم 2022 هتلاقي تشافي ليه منصب سواء في اللجنه المنظمه او في الدعايه للبطوله، هو ده الهدف يعني. طيب برشلونه بعد ما خد الكاس امبارح هيواجه ريال مدريد في السوبر الاسباني. شايف بقى اخر مباراه برشلونه، يعني ميسي وهو كانت ملحمه للناس، كل عشاق برشلونه يعني كانوا فرحانين جدا، وريال مدريد ما كانش متوقع هذه الهزيمه بهذا الشكل في الدقائق الاخيره وفي الدقيقتين شايف ريال مدريد هيعود لينتقم في السوبر، ولا شايف السيناريو ازاي؟ خلي بالك مباراه السوبر هتبقى بالانتقالات الجديده للفرقتين، فما تقدرش تقول كل فريق هيبقى شكله عامل ازاي وقتها وحالته عامله ازاي. اللعيبه بعد مباراه امبارح وبعد ما ريال مدريد يخلص نهائي دوري الابطال كلهم هيخشوا في راحه سلبيه. ما تقدرش تحكم على فتره اللاعبين بعد راحه سلبيه هيبقى حالتهم عامله ازاي، يعني ممكن لعيب بياخد فتره على ما يرجع مستواه تاني. المباراه دي هتبقى اول مباراه في الموسم وبالتالي صعب قوي تحكم عليها، لكن طبعا مباريات ريال مدريد وبرشلونه دايما بتبقى هي المباريات الاعلى مشاهده على مستوى العالم كله. صحيح. طب انت شايف من وجهة نظرك دلوقتي الانتقالات او سوق الانتقالات القادمه، صحيح ريال مدريد لسه لغايه دلوقتي مش عارفين، هو يعني لسه في كلام على لعيبه، في بيبي رودريجيز مبابي طبعا من موناكو، يعني شايف مين اللي ممكن يكون اكثر ثقلا في الانتقالات، برشلونه ولا ريال مدريد؟ هو الاثنين محتاجين كتير، محتاجين كتير ويمكن زي ما انت بدات كده بريال مدريد الكلام على اللعيبه اللي هتخرج منه اكتر من اللعيبه اللي هتجيله، يعني طبعا بابي لاعب موناكو مطلوب، اوباميانج مطلوب، ريال مدريد طبعا زي ما كلنا عارفين عنده مشكله في مركز الهجوم. صحيح. رغم انتقال او عوده موراتا ليه الموسم اللي فات، لكن بنزيما مش مقنع، موراتا برده مش هو مهاجم ريال مدريد يعني. وبالتالي اهم مركز مطلوب تدعيمه في ريال مدريد هو مركز المهاجم، وطبعا بديل لكريستيانو رونالدو اللي ابتدى طبعا بيتغير مركزه مع وصراحه زين الدين زيدان قادر يوظفه بشكل او باخر، ان هو مش انت المهاجم اللي طول الوقت، انت اهم حاجه ازاي تبقى جوه الصندوق تسجل هدف، يعني بالزبط. هو قادر يوظفه في ده كويس وبيستغله في ده كويس. بالظبط. زيدان طبعا زي ما انا كنت بقول لك من شويه هو مدرب، مش هقدر اقول لك مدرب ممتاز، بس مدرب جاد جدا ومدرب قابل برضه للتطور. لو قدر يفوز بالبطوله على بطوله دوري ابطال اوروبا امام يوفنتوس هيبقى عمل اللي ما فيش اي مدرب في العالم عمله يعني. بطولتين ورا بعض دوري ابطال اوروبا ما حصلتش في التاريخ. طب كمان هروح بما ان بطولتين ورا بعض، كمان يوفنتوس الكاس والدوري هو حصل عليهم، ويبقى ليه دوري ابطال اوروبا واللي هو بيتمناه بوفون بهذه الانجازات بهذه الكؤوس اللي حملها، لكن لم يحمل ولا مره كاس دوري ابطال اوروبا. بص يوفنتوس لما تأهل في البطولة بتاعت قبل كده 2015 اعتقد امام برشلونة، كان كل الناس عارفة ان يوفنتوس راح يخسر، ما كانش في قائمة يوفنتوس اللي هي القائمة الثقيلة اللي تقدر تقول الفريق ده بطل اوروبا. المرة دي الوضع مختلف تماما، المرة دي يوفنتوس فريق متكامل بمعنى كلمة متكامل، اقوى دفاع اوروبي، كمان الهجوم عنده خط وسط عظيم جدا، عنده هجوم طبعا في ثانية بيقدر يجيب هدف. صحيح. جواين وديبالا لوحدهم طبعا كافلين ان هم يخترقوا اي دفاع. الناحية الثانية ريال مدريد طبعا فريق في حالته، يعني نقدر نقول في دوري ابطال اوروبا رهيب جدا مع زين الدين زيدان، فريق صعب جدا انك تكسره او تتغلب عليه، لكن انا اعتقد واتمنى ان يوفنتوس يحقق البطوله المره دي. لكن في كلام كتير يقول لك ريال مدريد اخذ هذه البطولات وخاصه المباراه الاخيره اللي احنا شفناها لريال مدريد بسبب الحكام، اخطاء الحكام. هو ده كلام بيتقال على اي نادي في العالم، يعني ده اي كلام اي نادي لكن في ده كلام ملوش اساس من الصحه. بص اخطاء التحكيم طبعا وارده، وممكن يكون في اخطاء مقصوده، ده حاجه طبيعيه يعني. ممكن حكم عايز يخسر فرقه، دي بتحصل، بس مش ما نقدرش نقول ان فريق بياخد كل بطولاته بسبب التحكيم، او فريق الموسم بتاعه خد فيه بطولات كتير بسبب التحكيم يعني. طيب نروح للاتحاد الانجليزي وارسنال وتشيلسي. ارسن فينجر يعني خرج خالي الوفاض، انت بتتكلم في سنين عمره قضاها مع ارسنال. الحاجه المهمه ان هو ما فيش لا دوري ابطال اوروبي، صحيح هو في المركز الخامس هيروح دوري اوروبي، لكن ان هو يفوز امبارح على تشيلسي اللي لسه واخد دوري ومنتشي وفي قمه توهجه. شايف الموضوع بقى ارسنال هيجدد لارسن فينجر وكده يصالح جماهيره، ولا الموضوع لا الجماهير عايزه كفايه بقى كده والتغيير مطلوب؟ بص طبعا عارفين ان بطوله الكاس دي دايما بطوله بتبقى بعد ما الموسم بينتهي، بطوله الفريق بيحاول يصالح بيها جماهيره،
بس امبارح مستوى الفريقين كانهم مباراه لسه في بدايه الدوري الانجليزي، مش في نهايه بعد نهايه الدوري الانجليزي. ما هو الفرق الانجليزيه البدنيه والقوه رهيبه. الفرق الانجليزيه دايما افضل ما يميزها هي اللياقه البدنيه والقوه في الملعب والسرعات والفيزيكال بتاعهم بيبقى عالي جدا. وبالتالي ده امر طبيعي في الدوري الانجليزي. طبعا ارسنال موسم نقدر نقول انه موسم كان فاشل او موسم سيء بسبب احتلال المركز الخامس وعدم تاهله لدوري ابطال اوروبا. طبعا ده خلى الجماهير تطلب بوضع حد لنهايه مسيره ارسن فينجر مع ارسنال. لكن اعتقد ان الاداره لن تستجيب، وبطوله امبارح سواء جت او ما جاتش ارسن فينجر الطبيعي انه يكمل. كنا شفنا هيكمل مع النادي. يعني اعتقد ان اداره ارسنال مش هي الاداره اللي تمشي مدرب عشان خدت مركز خامس بدل مركز رابع. هم كده مش يعني مش حاطين هدف في بدايه الموسم ان هم ياخدوا دوري ابطال والبريمير ليج. خسروا من بايرن 10 في مجموع الذهاب والاياب. بالنسبه لهم دي مش مشكله، هم خسروا كتير قبل كده يعني خلاص احنا اتعودنا. بس ده نادي عريق ونادي كبير وليه جماهيريه مرعبه في بريطانيا. نادي كبير طبعا، بس يعني النادي اتعود في الفتره الاخيره ان هو مش نادي بطوله. مش نادي بطوله، يعني البطوله الوحيده اللي بياخدها دايما هي بطوله الكاس. وبطوله الكاس معظم الانديه في انجلترا او الانديه الكبيره مش بتركز عليها قوي، يعني غير لما بتخسر بطولات ثانيه ما يبقاش قدامه غير البطوله دي. صحيح. وبالتالي طبعا ارسن فينجر يعني كل الناس شايفه انه خلاص شطب في ارسنال، لكن الاداره مش هتسمع الكلام ده والاداره مكمله بيه. وهنشوف ارسنال مستواه بيهبط اكتر في السنين الجايه، لان الراجل ده مش هيشتري صفقات او هيقدر ينافس، مش هيقدر يعمل اكتر من اللي هو عمله، خاصه ومش هيغير سياسته. وبالتالي ما فيش جديد لارسنال. صحيح. هو ارسنال واخد 13 مره كاس، منهم 7 مرات لارسن فينجر، وده يعتبر رقم قياسي ومتفوق على كل الانديه الانجليزيه. مظبوط. لكن خلينا نعلق مع بعض على النني. نزل امبارح في الدقيقتين، ما بيشاركش في اخر مباريات ليه على مقاعد البدلاء. لما ينزل في اخر مباراتين وشفت الكوره الخطيره اللي كانت قدامه كان ممكن يسددها على المرمى، لكن هو تردد يعني ما كانش فيه توفيق من السهل. اختار السهل بالظبط. شايف النني يستحق ان هو يتوج مع ارسنال، لان الناس دايما بتحكم على النني كان مع المنتخب، ولما لما اصيب كلنا افتقدنا النني. كمان في مهاجمه للنني في ارسنال، لا انت كنت ممكن تعمل احسن من كده، كنت ممكن يبقى ليك دور اكبر من كده. تقييمك للنني؟ طبعا النني ما تقدرش تقول انه لا يستحق، لان الراجل بيجتهد في مع ارسنال في التدريبات، ولما بيشارك في المباريات بتلاقيه دايما الحته اللي هو بيلعب عليها دايما بقى النني كده، اللي هي خلاص اتعرفت، اللي هو اكثر دقه في التمرير، اكتر واحد بيجري. يعني راجل تقدر تقول كده ان هو يعني زي العمال اللي بيعملوا شغلهم بشكل كويس، مش لازم يعمل حاجه حلوه او لازم يعمل حاجه مش حاجه تبهرك. بالظبط، هو يعمل شغله ما تقدرش تقول انه غلطان، يعني ممكن تلاقيه احسن واحد بيعمل شغله. وعلى فكره المدربين الاجانب او الدوري الانجليزي او اللي هم دايما عايزين اللعيب التكتيكي اللي هو بينفذ تعليماته بالظبط. هو محتاج ده. وفي ناس شافت امبارح ان هو منزله تكريما ليه. انا شايف ان هو كان منزله عشان مكان اليكس سانشيز بالظبط، يعني يكسب حد فايق اكتر، يجري في نص الملعب، يضغط، يحاول يدافع، حد مش هيهاجم اصلا. نني ملوش مميزات هجوميه قوي يعني. صحيح. غير انه بيحاول احيانا على فترات متباعده انه يسدد، لكن غير كده هو لاعب دفاعي. وبالتالي كان نزوله في نهايه المباراه امبارح تامين، ولو كان تشيلسي تعادل كانت هتبقى مشكله كبيره جدا لارسنال بالمناسبه يعني. طيب باريس سان جيرمان، اخيرا باريس سان جيرمان تعويضا لخسارته للدوري في المركز الثاني لصالح موناكو. شايف باريس سان جيرمان وخد الكاس امبارح بصالح جماهيره، وهو ضامن ان هو في دوري ابطال اوروبا. باريس سان جيرمان السنه الجايه هيكون شكله عامل ازاي؟ زي ما قلت لك ان الكاس دايما مصالحه في نهايه الموسم للفريق اللي فشل في تحقيق البطولات الثانيه المحليه او بطوله الدوري الكبيره. باريس سان جيرمان خسر الدوري السنه دي في مفاجاه بفرق 8 نقط عن فريق موناكو. طبعا نهايه جيده للموسم، واعتقد ان مع تفريغ فريق موناكو اللي احنا بنسمع عنه في سوق الانتقالات الحاليه في تقريبا 4 أو 5 لاعبين مهمين جدا جدا ماشيين من موناكو، لو ما تعوضوش اعتقد هنشوف باريس سان جيرمان مره ثانيه بطل الدوري الفرنسي الموسم القادم. خاصه ان احنا بنشوف برضو اخبار دايما بنقراها في الصحف العالميه عن تدعيمات قويه جدا لفريق باريس سان جيرمان عشان يقدر يرجع ثاني ينافس على الدوري ودوري ابطال اوروبا. طيب اتكلمنا على الدوري الايطالي واتكلمنا على يوفنتوس والمباراه المهمه، واكيد قبلها هنتكلم بشكل تفصيلي قبل 3-6. طيب شايف الدوري في روما ومستقبله، خاصه هو حصل على المركز الثاني، ومحمد صلاح هيستمر مع روما ولا لا؟ كلام كتير قوي في الفتره الاخيره عن محمد صلاح. ناس كتير يعني تقريبا نص الناس بتنصحه انه يكمل، والنص الثاني بينصحه انه يروح فريق بطولات. نعم. شفنا لسه كنا بنتكلم عن النني من شويه انه خد كاس انجلترا.
في اول موسم ليه او في اول سنه ليه. مع محمد صلاح بقى له سنتين في روما ما خدش حاجه، ولو قعد 10 سنين تاني مش هياخد حاجه، لان فريق روما هو دايما بيكتفي بالمركز الثاني او المنافسه من بعيد عن البطوله. سباليتي مكمل معاهم ولا لا؟ سباليتي في كلام على انتر، في كلام على ميلان، بس اعتقد ان هو هيكمل. الا لو يعني توقعاتي انه هيكمل، يعني لان هو الراجل عامل نتائج كويسه بالنسبه لفريق روما. صحيح. مع بعض التدعيمات اعتقد انه ممكن يكون مفيد الفتره الجايه. لكن يعني محمد صلاح انا اعتقد لو جاله يوفنتوس زي ما احنا سمعنا شويه في الفتره الاخيره في كلام كان في ليفربول، هو ده اللي هو يروح ليفربول، وهو يعني ليفربول ويوفنتوس. بس انا اتمنى اكتر يوفنتوس، لان ليفربول الوضع مش هيختلف كثيرا عن روما الا اختلاف الدوري. ليفربول برضو فريق طبعا فريق كبير وليه تاريخ عظيم، لكن في الوقت الحالي ما تقدرش تقول انه ممكن يكسب مثلا تشيلسي وارسنال ومانشستر سيتي وياخد منهم الدوري الانجليزي، ولا يقدر ياخد دوري ابطال اوروبا. ممكن ياخد بطوله زي كاس او كاس كابيتال وان، وبالتالي يوفنتوس يقدر محمد صلاح لو انتقل ليه ممكن ياخد على الاقل خالص بطوله او اتنين كل موسم يعني. طيب اخيرا نهائي كاس البرتغال واللي هتكون حصر على اون سبورت النهارده، بنفيكا وجيماريش، شايف مين الاغلبيه او لصالح بنفيكا؟ اكيد. النهارده هيكون شكل المباراه جيماريش هيحاول يعوض الخسارات اللي خسرها امام بنفيكا ولا لا؟ خلي بالك النهارده بنفيكا كمان عنده عيون كتير قوي بتبص عليه، لان في اكتر من 3 أو 4 لاعبين مطلوبين من عمالقه الدوري الانجليزي. وبالتالي المباراه النهارده مش هتكون بس بالنسبه لعيبه بنفيكا انها تاخد بطوله، هتكون بتحاول تعلي سعرها او تحاول تثبت احقيتها بالانتقال للانديه الكبيره اللي في الدوري الانجليزي، خاصه حارس المرمى اللي هو في كلام خلاص انه بعد المباراه هيسافر مانشستر عشان يوقع لمانشستر سيتي. وبالتالي ان شاء الله هنشوف النهارده مباراه جيده يعني، وهنستمتع بيها ان شاء الله. احنا استمتعنا بوجودك معنا النهارده، بشكرك على هذه الوجبه الدسمه اللي عرفنا كل مشاهدينا اخر اللي بيحصل في الدوري الانجليزي الاسباني الاوروبي عموما. طبعا صحفي عبد القادر سعيد صحفي موقع يلا كوره، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا بلال، وسعيد بوجودك معاك. انا سعيد. مشاهدينا مكملين معاكم فقرتنا الفقره الاخيره، فقره السوشيال ميديا واخر اخبارنا على السوشيال ميديا، لكن بعد الفاصل انتظرونا.